أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتها من الشيطان معدل المقتدر وفزت بالصواب بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور مائل لغير نبت جادني القهار للكفار بنصرة المكرم القفار عليه اسمي صاكرا حمالا على جمالا وعلى جمالا للواهج القهار شغلي صرملا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا عظيم هو حكم حد له تعظيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له كتابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه كلي باستفاء لسقرا لكل من لم يسلم وبي يبصر كل سقف مسلم كتبت يوم السبت هند الوعى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راد لي الحدى وذاق للأخرادا فزت لدى دلوى وعند باكري بما به أمير كل معفري رجحت في تجارتي في قربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وحملة مبايا بجسم وقلام علي شكره بفرج وسنن حلهما وحل دارة المنن ليسقم البرايا والدمن إن شاء ويحييني سعيدا بامن أسأله توجيهه قرايا إلي في الصير وفي قرايا إلى جنان القلد من شهر الشيام وأن يرد للصيام والقيام له كتابي واشترى وقدرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسلمة قم البراء وامدد حياتي بخير حافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك علت الوجوه نجي حياتي وقني كل حزاب وجه العذاب ما مدى يا ذا العذاب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيي يا مقيل يا منيب ناديت بالجهاد دمني خلا للشهداء والأذن لي رخلا سق لي ما يكف عني من كسر ولنتقم ولأصلح ما فذل سق لي ما يكف عني من حضر ولنتقم ولأصلح ما فذل بارسني في البعر سرت ضادي فلينتقم منه وسد ودادي يا من إليه سرمد الركون وانصر علي بركات كوني لكم بكم وسليا يا باري على الذي ذي آدم يباري أذى لكل من تقى محمد وآله وسلم النصمدي أذى لكل من تقى محمد وآله وسلم يا سمدي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه القصيدة التي أقضتها من قولك قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم خصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وعولي الحمد لله الذي أقضت لوجهه كما له نبت لوجهه الكريم أمسكت جميع ما طابني وإنه البر السميع أسأله بفضله السعادة في السر والجهر وقرب العالى لوجهك الكريم قل الأعظم في حالتي ولجميع عظما
لك كتابي شاكرا في زهرك ولسواي سقط در دهرك إلي قد مواهب الصلاة لدى الحبادات وفي عاداتي هب لي كون قلمي ينخل من لوحك يا من لي سعادتي لمن هب لي صدقا ووفاء وردا في كل ضيق ولتقل للخرلا إلى سوى ذاتي سقط أبدا ما صاءني يا من سفائي أبدا سكرتك اليوم بخير السكر يا من حماني عن أذى ومكري اجعل حروفي لوجهك الكريم أكبر رضوانك بشرا لا يريم يقول لي بلل ما نبت من قال للمن بما أخذت وسل للباقي بغير صلبه ثمن ما بعت وفاق مدللي مد لي العفيس من اللوع في القول والقط ففاز لوعي ينقال للكسف السمع في العروف الحربية مع امتلا الدروف ناداني العليم والعلام بما به قد بان للإعلام فرقت من غير رداء وصواب ومن سوانا بعلم وصواب هلمي يجيء من عليم للجنان وصدق القول ونور الجنان إلى سواي انصرف الدلال بلا انصراف لي والإدلال لبان أن الله خير من نجاح راج فلا يغيب راج من تعا دمت بزار رمضان حمدني ما اختير للطرق وربي السميع إلى سوى ساتي ساق الموطى باق حماني وأجاب الصوتا دفع باق لا يسال حيا موتا نعاني وكفاني الغيا خلب للأعيان من أبخاني وكعظ إحياء به سقاني يحلم العين الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت نزعني من الورى الباقي القديم حلمهم بأنني العبد القديم سوي الذي بقاؤه لا ينتهي يقول لي في أبد ما أشتهي درجتي عند الإله أبعرت المنكرين وسواهم فهمت قلوب من يسرهم دري معه قد وجلت وللإله قمعا هداني الكافي الأذى والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مها توجع الحدى بالخول لي ومع ما ساني وجولي كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القبيلة أحب إليه سبحانه من كل قبيلة ويظهر ذلك لجميع العالمين في الحال والمآل كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القبيلة حزن عظيم لقائلها عن الشيطان الرجيم وعن كل حلو ظاهر وعن جميع مكاره الدنيا والآخرة وعن كل شقاوة وعن كل مفسدة كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القبيلة أن كاتب هذه العروف فرق من النصارى أجمعين كتب الله تبارك وتعالى أن النصارى يفرون من كاتب هذه العروف ومن كل ما يسنون أنه يسوده أو يضره كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القبيلة أحب إليه سبحانه من خير القرآن والحديث كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القبيلة قائمة مقام خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطوات جميع الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالى كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه العروف جعله الله سبحانه فوق كل من بان فلاحهم وصدقهم صار إلهي بالمناجهات وأبدا أخنى يدي عن هادي دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وعولياء قصيدتي فاقت قبائل الكرام ولي تقول أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك
كان منافعا وأخصاه الملك مها توجع النصارى الله ليد لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتها من الشيطان